هذه التدريبات التي يجريها هؤلاء الطلبة كجزء من التحضيرات لمهرجان دم الورد. الفكرة انطلقت أساسا لمشروع أوبريت شعري يتحدث عن العراق وانقساماته. هاي السنة الثانية أن نقيم بمهرجان في كلية الإعلام، مهرجان دم الورد، ضمن أوبريت غنائي تأليفي وإخراجي وتمثيل طلبة القسم. إن شاء الله يكون هذا السنة عند حسن الظن، وإن شاء الله نبدأ به باختياراتنا. دائما هو الأوبريت دائما يخص الموضوع وطني. المتدربون يقولون إنهم يريدون إيصال رسالة مفادها التكلم عن الانقسامات التي تجري في البلد وكيفية معالجتها. الإعلام مهرجان سنوي باسم دم الورد، يتخلل هذا المهرجان أوبريت وعمل مسرحي يريدون بها إيصال رسالة إلى المجتمع وإلى الأجيال اللاحقة. عن هذا الأوبريت نحاول أن نوصل به رسالة، وأنه ننهض في واقعنا، واقع وطننا، ونعالج بعض المشاكل منها، يعني نعالج بعض المشاكل اللي يعاني منها المجتمع من انقسامات داخلية أو خارجية، وإن شاء الله نحقق جزء من رسالتنا. تنوعت أنشطة طلبة كلية الإعلام في جامعة ذي قار مؤخرا في تجربة ممتعة كما يقولون لصقل مواهبهم تمهيدا لولوج بلاط صاحبة الجلالة. من كلية الإعلام في جامعة ذي قار، خليل البركات، نيوز روم.